بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، رب يعجبكم. حبيت اشاركه معاكم فيديو بسيط كده من يومي. النهارده كده اول يوم لينا في العين السخنة، وزي ما انتم شايفين كده الطريق. انا طلعت من البيت الساعة 1:30 الجمعة بالليل، 1:30، ووصلت السبت الساعة 9 الصبح. فما عرفتش اصور طبعا لان الجو يعني كان بالليل والدنيا ضلمة، فما عرفتش اصور. فده الوقت كده الساعة 6 الصبح من القاهرة للعين السخنة كده في الوقت ده. فقلت اصور بقى كده المنظر الجميل ده، والطريق كله جميل بصراحة، و جبال بقى كده على الجنبين. والطريق بصراحة مش متعب ولا حاجة، بس هو الساعات الطويلة دي من الساعة 1:30 أو 2 للساعة 9 ده وقت طويل. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس.
الطريق بقى كده مع شروق الشمس كده، والجو ده كان حلو جدا. وطبعا الجبال زي ما انتم شايفين، جبل عتاقة، احنا جنب جبل عتاقة بالظبط. فطبعا البحر متحوط كده بالجبال، فلازم صهد كده وحر يكون في المنطقة اللي انت قاعدة فيها. بس والله الجو، تغيير الجو ده حاجة حلوة جدا. فاسيبكم بقى كده مع الطريق، انا عارفة اللي طولت عليكم، بس حبيت افرجكم يعني على الطريق كده والحاجات الحلوة دي. وصلنا للقرية زي ما انتم شايفين. هي يعني هناخدها مشي كده، حاجات بسيطة، مش بعيد. هي القرية زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي حاجة. يعني ما فيهاش خدمات، ما فيهاش الا سوبر ماركت اتنين بس كده، ولا تلاتة، مطعمين تلاتة، كافيتيريا. ما فيهاش بقى ايه الجو اللي انتوا عارفينه ده. هنا كده كان من البلكونة كنا ساعة الغروب بقى تاني يوم. آه، حاجة كده جميلة، والجو هادي كده وحلو جدا. ده كده مقطع خدته من تاني يوم. بس طبعا اللي انتوا شايفينه ده اول يوم. آه، الولاد بقى دخلوا كده، كنا بقى بدري بقى والسفر وكده، فدخلوا كله على السرير، نمنا وصحينا من النوم زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى نروق بقى البيت، نكنس بقى كده ونروق السراير. وبصراحة شلت الفرش ده كله، غسلته الأول قبل ما ننام عليه، لأن كان في ناس موجودة في المكان بيشتغلوا يعني مع جوزي وكده. فغسلت كل ده وبعد كده فرشته وكنست بقى كده وروقت الأوض. وبعد كده دخلت عملت الغدا. ده كان أول يوم صراحة، لأن كنا احنا واصلين الساعة 9 زي ما انتوا عارفين، زي ما قلت لكم. فكان اليوم من أوله بقى فطرنا وعملت الغدا، ورحنا كمان البحر وكل حاجة يعني، لأن البحر هنا لحد بعد المغرب كمان. فكده روقت البيت زي ما انتوا شايفين كده، وكنسنا بقى ورتبنا ورستقنا بقى امورنا كده، وحطينا حاجتنا وشنطنا. و آه، عملت برضو الأوضة التانية كده، هما أوضتين زي ما انتوا شايفين. أوضة فيها 3 سراير، وأوضة فيها سريرين. روقتهم كده زي ما انتوا شايفين. ودخلت على المطبخ بقى، عملت لهم غدا بسيط كده. اسفه لو كان في هوا جامد سامعينه. آه، فروقت زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا هي البيت ما فيهوش حاجه يعني، كله كده حاجات بسيطه. وهنا كمان بلكونه ما شاء الله حلوه جدا، ونقعد فيها بقى طول النهار كده في الجو الحلو ده والطراوه والهوا الحلو ده. فكنسناها برضو ومسحناها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كمان الصالة فيها ركنة كده بسيطة، نضفناها كده وكنسنا وفرشنا. وهنا المطبخ برضو على الصالة كده. كنت لسه بقى هدخل أشيل بقى كله من مطرح الفطار، وأروق كده المطبخ، حاجة بسيطة كده، وأعمل الغدا على طول. اهو كنت هنا روقت السراير، والولاد طبعا نايمين عليها. هنا بقى طلعت كده مكرونه وبصل ولحمه مفرومه، وهعمل لهم كده مكرونه وكفته تحتها بطاطس كده وبصل. كله كده في الفرن كده او على البوتاجاز كده، حاجات بسيطه. او زي ما انتوا شايفين البيت زي الفل.
وعملت لهم كده الغدا زي ما قلت لكم، مكرونه وكفته. وهنتغدى بقى وننزل البحر، بس هصور لكم بقى البحر في فيديو البحر في يوم تاني. هنا كانت المكرونه اهي خلاص سلقتها، وكمان الكفته قربت تستوي كده، هدخلها الفرن تاخد لون. و زي ما انتوا شايفين كده حطيت تحتها بطاطس وطماطم وبصل. وهنا كانت الاكل كده جاهز، المكرونه، وحطيت كده فلفل مخلل. واتغدينا والحمد لله. وعملت كوبايتين شاي كده انا وجوزي، خدناهم كده شربناهم في البلكونه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.